ما كنتش متوقعة إن في يوم من الأيام أنا هاكون قاعدة في نفس الroom مع رئيس فرنسا ورئيس أرمينيا وناس كتيرة أوي من حوالين العالم، وإن أنا جيت invited لحاجة زي دي بكل سهولة وأنا ما عملتش أي حاجة. بس الأهم من ده إن أنا مش بس كنت هناك، أنا إزاي أصلًا وصلت لحاجة زي دي، إن أنا get invited تدعوني أصلًا وزارة الخارجية في أرمينيا إن أنا أحضر مؤتمر زي ده مع رئيس فرنسا ماكرون ومع رئيس أرمينيا، إن هو حرفيًا يكون إحنا بس الناس اللي معايا وإحنا بس قاعدين معاه في نفس المكان، في نفس الأوضة، في مكان الرئاسة ساعتها في أرمينيا، إن هو يتكلم معانا أصلًا ويسمع أسئلتنا ويجاوب علينا. الدنيا أكبر من مكانك، يلا نكسر الحدود مع علي إكسبلورز. أنا أصلًا حرفيًا ما كنتش أعرف قبلها بأسبوع إن أنا هاكون مسافرة أرمينيا، وإن أنا أصلًا مرشحة لحاجة زي دي، لقيتها وقال لي إن أنا get invited إن أنا أحضر مؤتمر اسمه Yerevan Dialogue وده بيحصل كل سنة في أرمينيا، دي تالت سنة يحصل فيه، وإن هم على طول بيدعوا الشباب من جميع أنحاء العالم إن هم يشاركوا في مؤتمرات زي دي، وإن أنا get selected إن أنا من مصر ومن الدول العربية إن أنا ساعتها أروح وأمثل مصر وأمثل الregion بتاعتي وأمثل القارة عامةً هناك في أرمينيا، وحرفيًا قال لي إن أنا المفروض أرُد عليه بالليل أنا جاية والّا لأ، عشان يلحقوا يحجزوا تذاكر الطيران ويعملوا كل حاجة، وإن هُم بيتأسفوا جدًا على التأخير، وساعتها أنا كنت بافكر كده اللي هو أنا ورايا حاجات أعملها، بس هو ساعتها كان أسبوع بس، والprogram كان حلو أوي، هو program اسمه الyoung fellows هو ل20 شخص من جميع أنحاء العالم، يعني كان معايا ناس من جميع أنحاء العالم من دول مختلفة، وبنقعد ساعتها أسبوع في أرمينيا. فساعتها أنا قررت وشُفت وقتي عامل إزاي ووافقت طبعًا. اللي حصل ده ما كانش خطة أنا مخططة لها أو حاجة أنا عايزاها، ولكن هو حصل بسبب حاجات كتيرة أوي أنا كنت باعملها، وبسبب اجتهادات شخصية أنا كنت باعملها، كنت باعملها من سنين من غير حتى ما أفكر في النتيجة. طب علشان نعرف أو عشان تعرفي إزاي أنا عملت حاجة زي دي، وإزاي أنتِ ممكن تعملي زيها، وإيه هي أصلًا القصة من أولها، أنا باسافر بقى لي أكتر من 4 سنين، وكمان أنا باشتغل بقى لي أكتر من 6 سنين، يعني حرفيًا من أول ما بدأت الجامعة، وبدأت صناعة محتوى nearly سَنة دلوقتي almost سَنة خلاص، يعني شهرين كمان وهتبقى بقى لي سَنة مش عارفة المايك عمّال يتحرك. بقى لي سَنة بجد أنا باعمل محتوى، فأنا الناس شايفاني دلوقتي مش من مصر بس من جميع أنحاء العالم، وأنا فعلًا باساعد الشباب إزاي ممكن يسافروا، وكمان باحكي عن قصتي، وإزاي أصلًا السفر أثّر فيّا. وطبعًا أنا اشتغلت مع الأمم المتحدة وخدت معاهم تدريب، وسافرت أكتر من 19 دولة، وشُفت العالم، وما كنتش باسافر سياحة وخلاص، أنا كنت باسافر culture exchange كنت باتكلم فعلًا مع الناس. وهنا تيجي الحاجة المهمة فعلًا، إزاي فرصة زي دي جات لي؟ فرصة زي دي جات لي إن في حد يعرفني من أرمينيا recommended me for something like that. في حد من أرمينيا already هي عارفاني وقالت إن عليا هتبقى أفضل شخص، هي حرفيًا قالت لي هم قالوا لي هي كانت بتقول إن عليا أفضل شخص ممكن ييجي هنا، وفعلًا قد إيه هي هتتعلم وكمان هتدّي للprogram، يعني هي بس مش هتعلم هي كمان هتدّي للprogram. وده أنا على طول أنا appreciated جدًا كل حد قابلته في حياتي، وappreciated لنفسي طبعًا، لازم تكونوا appreciated لنفسكم، لإن إحنا اللي بنعمل الحاجة دي لنفسنا، إن أنا كنت باحاول أconnect with people، إن أنا كنت باحاول أتكلم مع الناس، أنا بابادر بالكلام، أنا بابادر إن أنا أحسسهم إن هم مرتاحين. أنا على طول كنت باعمل ده مع الناس، وقد إيه هي شايفة إن أنا كنت شخص هابقى مميز جدًا في المؤتمر وإن أنا هاستفاد، فحاجة زي دي أنا ممكن ما كانش ليّا يد فيها أو حد ممكن يقول ما هو connection ولكن هو ما حدش شاف كل اللي إحنا عملناه قبل كده، على طول كنت باسمع الكلام ده وأنا صغيرة وهُم بيتكلموا عن الناس، لكن ما حدش شاف كل اللي أنا عملته، كل السفر اللي أنا عملته، كل التعب، كل الاجتهاد، مش أنا بس غيري كتير عملوه، عشان كده باقول لكم اعملوا اللي عليكم. اعمل الحاجة اللي عليك، مش كل الناس بتوصل لopportunities زي دي، أنا ما كنتش أتخيل إن أنا ممكن أوصل إن حد يعني إن أنا get invited easy كده، ولكن اللي بيكمّل بس هو اللي بيوصل، عشان كده أنا مكمّلة في صناعة المحتوى، حتى لو شايفة إن في views قليلة، حتى لو شايفة إن ناس مش عاجبها، ناس عاجبها أو أي حاجة، بس أنا مكمّلة، لازم تكمّلي وتكمّل في الشيء اللي أنت شايفه فعلًا صح، وفعلًا هيفيدك وهيفيد المجتمع، أنت شايف إن في حاجة صح وأنت بتعملها، خلاص كمّل فيها. أنا الحقيقة I never get invited حاجة زي دي في مصر، وأنا ما أعرفش ليه، بس أنا على طول باعتبر نفسي شخص دولي أكتر، شخصية دولية أكتر international، اللي أنا فعلًا باشوف إن برّه مصر بيشوفوا فعلًا قدرات الشباب، وأنا عارفة إن ممكن الconnections تبان في مصر إن هي حاجة أكتر زي الواسطة، بس دي مش واسطة على الإطلاق.
ده فعلًا هُم بيعملوا recommend لناس معيّنة هُم عارفينها، وشخصيات معيّنة هُم عارفينها أو حتى شافوهم على السوشيال ميديا وعارفين إن ليهم impact وعارفين إن ليهم تأثير. يعني أغلب الناس اللي كانوا معايا كانوا خريجين سياسة واقتصاد وعلوم سياسية، بس أنا مش خريجة سياسة واقتصاد خالص ولا درست ده، ولكن أنا علّمت نفسي بنفسي. أنا علّمت نفسي وخدت كورسات إزاي أقدر أتكلم، إزاي لمّا يكون في موجود رئيس، إزاي أنا هاتكلم معاه بدبلوماسية، إزاي أنا هاتكلم أصلًا بالأسلوب كويس، مش هاتكلم زي ما أنا باتكلم دلوقتي في فيديو اليوتيوب، وإزاي هاتكلم مع رئيس أرمينيا وهو قاعد وِش لوِش بالإنجليزي كمان مش بلغة الأم، إن هو بيتكلم ساعة إحنا بنتكلم بالإنجليزي وهو يرد علينا بالأرميني. هُم طبعًا بيحترموا بلادهم جدًا، يعني مثلًا ماكرون لمّا ادّى الspeech بتاعته هو ادّاها بالفرنش، تفهم بقى ما تفهمش ده مشكلته. وطبعًا حاجة طبعًا ساعدتني جدًا إن أنا باتكلم فعلًا عربي وإنجليزي وفرنش، في كمان باعرف أتكلم ألماني بس يعني لسه على قدّي لسه باتعلم، ولكن بجد كل ما تطوّروا من مهاراتكم، كل ما تطوّروا من نفسكم، كل ما في فرص هتزيد. كنت على طول باتكلم إن أنتم كل ما تتعلموا لغات كل ده ما يفتح لكم أبواب. أصل تخيّلوا كده في فرص في فرنسا للناس أصلًا اللي بتتكلم فرنش بس، في فرص في ألمانيا للناس اللي بتتكلم ألماني بس، بالصيني بس، في فرص في كل دول العالم. تخيّلوا كده حد أصلًا هيsurvive في مصر من غير عربي، حطّوا نفسكم مكانه يعني مكان ده. الإنجليزي طبعًا لغة عالمية وبجد أنا ممتنة لنفسي وأنا صغيرة إن أنا اتعلمت إنجليزي، بس برضه لو عايزين تتطوّروا أكتر اتعلموا لغات أكتر. أنا لحد الآن فاكرة لحظة لمّا شُفت الإيميل بتاعهم وبيقولوا لي عنها، يعني كنت مبسوطة أوي أنا بجد، بس بجد انبساطي بجد كان أول ما رُحت هناك. أنا انبسطت جدًا في المؤتمر، أرمينيا ممكن من أحلى الدول، وعايزة أقول لكم إن هُم ادّونا هدايا كانوا لذاذ أوي بجد. يعني شايفين الCD ده منّهم، وأنا اشتريت ده ساعتها وأنا رُحت فيينا ساعتها ورُحت أرمينيا، يعني رُحت النمسا وأنا اشتريت ده. أنا انبسطت جدًا واتعرّفت أهم حاجة بجد والله عندي هي الconnections اللي أنا باعملها. يعني إحنا كنا program، هو program للشباب الصغيّرة من سِن 22 سَنة ل35 سَنة، فأنا اتعرّفت على ناس من أغلب الدول العربية، من أغلب دول العالم مش دول عربية sorry، وأغلبهم أصلًا كانوا أوروبيين. أنا ممتنة بجد إن هُم اختاروني من مصر، لإن على طول أغلب الفُرَص دي للأسف الشديد عشان الفيزا بتبقى للأوروبيين، وعشان كده برضه أنا على طول باقول لكم إزاي أنتم لازم تكونوا عارفين عن الفيزا. ده هُم ما كانوش فاهمين أصلًا إن إحنا كمصريين محتاجين فيزا. وحرفيًا حجزوا لي عن طريق فيينا، كان ممكن الفيزا بتاعتي ما تتقبلش بس عشان أنا معايا شنجن عدِّت، عشان أنا معايا شنجن عدِّت. فيعني دي حاجة كويسة أوي. عملت لكم فيديو عن الفيزا الشنجن اتفرّجوا عليه، بس بجد الناس برّه مصر أو الناس برّه الدول العربية مش متفهمين الفيزا قد إيه صعبة لينا، عشان كده باقول لكم علّموا نفسكم بنفسكم. عشان كده أنا برضه بدأت أعمل consultation بتاعتي الاستشارات اللي هاسيب لكم الlink بتاعها في الdescription، إن أنا باساعد فيه الناس إن هُم إزاي يقدّموا فيها على الفيزا، باساعد فيه الناس على السفر. لو أنتم عايزين تقدّموا على حاجة على منحة دراسية أو عايزين تتكلّموا على السفر، ده باساعدكم فيه. بس بجد لو فرصة زي دي كانت جات لك مثلًا وأنت ما تعرفش حاجة عن الفيزا، في الآخر ما كنتش هتعرف تسافر، زي ما حد للأسف من دول عربية تاني اتقبل وسمعت ده، ولكن هم ما سافروش عشان المشكلة دي. فلازم تكونوا بجد educated عن كل ده، أنتم تكونوا لازم تكونوا عارفين، ما تستنوش الفرصة تيجي لكم. دي لو الحاجة الوحيدة اللي هتاخدها من الفيديو، ما تستنيش الفرصة تيجي لِك، أنتِ اتعبي للفرصة، أنتِ روحي للفرصة. لمّا بعتوا لي الإيميل أنا already كنت عارفة أعمل الفيزا إزاي، already عارفة إن أنا محتاجة فيزا لأرمينيا، already عارفة إن أنا معايا Schengen فيزا، فعادي أنا ممكن أروح فيينا عادي جدًا، ممكن أروح النمسا الأول وبعد كده أروح على أرمينيا. الموضوع هنا مش رئيس فرنسا ولا أرمينيا ولا أي حاجة، الموضوع عن الفرص. فرصة زي دي ممكن تغيّر حياتك وتعلّمك كتير ومش لازم تغيّر حياتك، أنا عايزاها بس تعلّمك، أنا عايزاك بس تتعلّم. شوفوا يعني أنا بجد لو في حاجة أنا اتعلمتها بجد الstory telling بتاع ماكرون، يعني الstory telling بتاع رئيس فرنسا، هو إزاي قوي كده. على فكرة رئيس فرنسا بعدها بعد ما خلّص المؤتمر في أرمينيا رجع مصر، يعني اللي هو على طول اللي هو ييجي مصر أسرع مني. فبجد الstory telling بتاع ماكرون ده هو اللي مخلّيه فعلًا رئيس ناجح وشاطر والناس بتحبه، والناس بتحب تسمعه حتى لو هُم مش متفقين معاه سياسيًا، ولكن بيحبوا يسمعوه. أنا وأنا باسمعه بالفرنش كده وهو عمّال يتكلم story teller جامد، بجد story teller كده عمّال يتكلم وعمّال يدخّلك في كلام. هو بجد عارف فعلًا يخلّي الناس مشدودة. عارفين يا جماعة زي الهوك كده، زي إزاي أصلًا بتتكلم في اليوتيوب، هو عارف من A to Z، عارف إزاي يتكلم. راجل جامد، راجل عقليته مش يعني لأ، يعني يستحق كل ده. أنا عمّالة أبُص كده اللي هو إزاي كده؟ أنا ما اتكلمتش مع اللي جنبي، أنا اللي هو إيه، في sessions تانية كان في حد بيتكلم وأنا اللي هو على إنهم بيتكلموا بالإنجليزي وأنا أصلًا بافهم إنجليزي أكتر والإنجليزي بتاعي أحسن من الفرنش، بس أنا كنت قاعدة اللي هو أنا بجد قاعدة معاه، واللي هم قد إيه
فخورين باللغة بتاعتهم وعلى طول بيتكلموا بيها، دي حاجة إحنا برضه محتاجين نتعلمها. نصيحتي لأي حد عايز يحضر مؤتمرات زي دي وعايز يget selected وعايز يget invited، مش عايزين خلاص إن أنا زمان كنت باقدّم على مليون حاجة بجد، بس إزاي نوصل لحاجة زي دي، لازم شوفوا حاجة أنتم مهتمين بيها فعلًا. وما تخافوش تشيروا ده، يعني ما تخافوش تشيروا ده مع أصحابكم، ما تخافوش تشيروا ده مع أهلكم، حتى على السوشيال ميديا، مش لازم تبدؤوا حتى على السوشيال ميديا زي ما أنا بدأت. أنا بدأت على السوشيال ميديا بعد حرفيًا 5 سنين، ما فيش أي مشكلة. ابدأوا فعلًا شوفوا حاجة أنتم عايزينها. أنا عايزة مثلًا أشتغل في السياسة، أنا عايزة أشتغل في الinternational relations، أنا عايزة أشتغل في الgraphic design، أي حاجة، أي حاجة بجد، أي حاجة. في ناس حرفيًا كانوا موجودين كانوا شغلهم عندهم social media agency عادي جدًا، فما تقولوش بس إن هي شغلانات معينة أو حاجة. عادي ممكن تكون content creator، ممكن تكون أي حاجة. فأنتم لازم تحطّوا goal معيّن أنتم عايزينه وتمشوا فعلًا في الgoal ده، ما تفضلوش بس قاعدين، اللي هو أنا ليه مش باget invited، أنا ليه مش باتقبل. لأ، لازم تتعبوا، ما فيش حاجة بتيجي بالساهل. وممكن السوشيال ميديا بتكون بتبيّن لك أو بتبيّن لِك إن إحنا الحاجة دي جاية بالساهل أو عالية، دي شخص privileged جدًا زي الكومنتات اللي بتيجي لي، أكيد أهلِك هم اللي عاملين ده، ماشي يعني صباح الفل. باحس إن الشخص ده بجد ما بيتفرّجش على فيديو أصلًا ليّا. يعني مش عارف إن حرفيًا في مليون opportunity، هاسيب لكم link الفيديوز بتاعتي في الdescription أنا باتكلم عنها. حرفيًا ممكن نقدّم عليها وممكن نتعب على نفسنا. مش كل الناس بتتولد privilege، مش كل الناس بتتولد أغنيا، مش كل الناس بتتولد عندها فرص. وفي أمثلة كتير بجد على كلامي، بس أنتم على طول الناس اللي بالعقلية دي بتختار بس الأمثلة اللي نجحت عشان أهلها، اللي نجحت عشان كده. ولكن في أمثلة كتيرة جدًا على فكرة نجحت بنفسها. مش باقول إن الطريق سهل، لأ الطريق صعب، وأنا على طول باوضّح ده. الطريق صعب، بس الطريق يستاهل. أصل حرفيًا يعني ليه أنا أفضل واقفة في مكاني؟ ليه أفضل قاعدة في مكاني؟ ليه أفضل قاعدة حرفيًا في مدينتي؟ ليه أفضل ما باتحركش؟ لأ. وفي النهاية ممكن أنا كنت في مؤتمر ومعايا رئيس فرنسا ورئيس أرمينيا وقعدنا نتكلم، ولكن المهم إن أنتم تلاقوا الفرص اللي شبهكم أنتم، اللي شبهِك أنتِ واللي شبهك أنت. بس كده، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وتعملوا سبسكرايب للقناة، وقولوا لي في الكومنتات لو رُحتوا فرص زي دي، أو لو في فرصة في دماغكم وعايزين تروحوها قولوا لي برضه إيه في الكومنتات، وأشوفكم في فيديو جديد. باي باي.